فيسبوك، انستجرام، يوتيوب، باي بال، انستا باي. كل الابلكيشنز دي محتاجه انترنت عشان تقدر تتواصل وتستخدمها. عشان كده المجال النتوركينج عموما بشكل عام من اكتر المجالات المطلوبه في سوق العمل كمان العشر سنين الجايين. لو انت مهتم بالتراكس الاكثر طلبا في السوق خلال الخمس سنين جايين، زي السايبر سيكيورتي، زي الكلاودنج، زي الاي او تي، زي اي مجال خاص بالاي تي او النتوركينج والسكيورتي، فالجزء بتاع النتوركينج من اهم الاجزاء اللي لازم تبقى دارسها كويس وعارفها كويس. طيب ده الراوتر الخاص بسيسكو، ده السويتش الخاص بسيسكو. هنتعلم في الكورس ازاي بنتعامل مع الراوتر ومع السويتش بشكل عملي، هنوصل بشكل عملي، وبرضه هنتكلم على ازاي نعمل شبكة بالشكل الموجود في الشركات بنفس الشكل. وبرضه هنتعلم بطريقة السيميوليشن، برنامج محاكاة عن طريق برنامج الباكيت تريسر. هنعمل شبكات بمستوى صغير، وبعد كده يبتدي يتدرج معانا بشكل كبير، وهنقدر نوصل ان احنا نربط شبكه كبيره، نقدر نعمل حاجه زي الشبكه خاصه بشركه، بمصنع، بحاجه على مستوى دولي. كل ده نقدر نعرفه بشكل عملي ونظري في الكورس بتاعنا. بالنسبه للجزء النظري، هندرس الجزء النظري من المحتوى الخاص بشركه سيسكو. هيبقى معانا الماتيريالز الرسميه بسيسكو نتوركينج اكاديمي، ومعانا الكتب الخاص بسيسكو، وهنهتم بالامتحان الخاص بسيسكو الامتحان الدولي، وهنبتدي نشوف الامتحانات وهنتدرب عليها اول باول في الكورس بتاعنا. برضو لو انت خريج او لو انت بتدور على شغل، فاحنا في الكورس بتاعنا هنبتدي نشوف في كل جزء ايه اهم اسئله الانترفيو اللي تقدر تقابلها في اكبر الشركات في سوق العمل، وهنبتدي نعرفها ونبتدي نجاوب عليها بشكل مفصل، ونبتدي ندربك عليها بحيث انك تبقى جاهز لاجتياز اي انترفيو موجود في اي شركه شغاله في مجال النتوركينج او بشكل عام في مجال الاي تي والانفورميشن تكنولوجي. بعد ما تبتدي تجتاز كل الامتحانات والاختبارات، بتحصل معانا على شهاده خاصه بالتدريب بالحضور مع شركه انجو فيجن. شركه انجو فيجن من الشركات المعتمده من نقابه المهندسين. وبالنسبه للطلبه والخريجين اللي بيدرسوا هندسه، بتقدر تقدم على شهاده معتمده من نقابه المهندسين باعتماد من النقابه. بالنسبه لمحتوى الكورس، المحتوى الكورس هيبقى عندنا اول حاجه هنتعلمها يعني ايه شبكه، بنحتاج في الشبكه ايه بالظبط علشان نقدر نبني الشبكه، مكوناتها، وبعد كده هنتعلم ازاي بنبني الشبكه من A to Z. وبعد كده هنبتدي نعرف ازاي لو عندنا شبكه ازاي نقدر نقسمها لشبكات اصغر، ونبتدي نعمل ريفرس في الموضوع اللي انت لو عايز عندك شبكه وتبتدي تجمعهم في شبكات او شبكات كتيره تبتدي تجمعهم في شبكه واحده. بعد كده هنتعلم ازاي نعمل الكونفيجريشن والاعدادات بتاعه الراوتر والسويتش، وازاي تقدر تستخدم الراوتر والسويتش في ربط الشبكات مع بعض. هنتعلم برضو جزء خاص بالسكيورتي، هنتعلم يعني ايه الهاكرز، انواع الهاكرز، وهنعرف ازاي بتقدر تحمي الشبكه بتاعتك. في عندنا جزء الخاص بالكلاود، برضو هتتعلم يعني ايه كلاود، ايه انواعها، ايه الابلكيشنز بتاعتها، وده بدايه لاي كورس كلاود. بعد كده هنتعلم جزء الوايرلس. جزء الوايرلس ده هنتعلم ازاي نربط اي جهاز وايرلس، ازاي نربط الراوتر والسويتش بالاكسس بوينت، وازاي نقدر نستخدم الوايرلس كونكشن بشكل عام في الشركه بتاعتنا. لو انت عندك اي اجهزه موجوده تقدر تكونكت بيها وايرلس، زي ما هكون اتعلمنا ازاي نربط باي كونكشن وايرد او بكابلات. في الاخر خالص في عندنا جزء خاص بالاوتوميشن، وده ازاي تخلي الشبكه تدار بشكل اوتوماتيك، ازاي تقدر تشوف ايه المشاكل اللي بتحصل بشكل سهل وبسيط، بحيث يبقى سهل على مهندس النتورك اللي هو يقدر يتعامل مع المشاكل بصوره اسرع وبشكل مبسط. بالنسبه للكورس هيبقى عندنا في مميزات كتيره، تقدر ان انت تحضر في مواعيد كتيره، تقدر ان انت تعمل شيفت ما بين ميعاد وميعاد، وكمان لو حصل عندك اي مشكله ما قدرتش تحضر السيشنز فيبقى في مواعيد اونلاين. برضو السيشنز هتبقى ريكوردد وتقدر تتفرج عليها في اي وقت، وهتوصلك بعد السيشن مباشره. معاكم مهندس شريف خليل من تيم الانستراكتورز الخاص بشركه انجو فيجن. خبرة أكتر من 12 سنة في مجال الاي تي والنتوركينج، وخبرة أكتر من 10 سنين في مجال التدريب الهندسي الخاص بالشبكات والسيرفرات وشركة مايكروسوفت وريد هات الخاص بلينكس.